كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويعيدوا علينا ربنا باليمن والبركات على المصريين كلهم يا رب. بس طبعا يجي رمضان زي ما في حاجات حلوة كتير هنتكلم عليها واتكلمنا عليها، في برضو حاجة مضايقاني جدا في رمضان وخصوصا في موظفين رمضان او العمالة. مش موظفين رمضان، موظفين المصريين في رمضان او العمالة المصرية في رمضان. انا ما اعرفش طبعا الموضوع ده مش في كل الدول، انما انا بلاحظه كتير قوي في مصر. انك تروح تقضي مصلحه حكوميه مش يقول لك يعني عدى علينا بكره، لا عدى علينا بعد العيد يا سيد، مش عدى علينا بكره يا سيد، عدى علينا بعد العيد يا سيد. تعدي عليه بعد العيد باسبوع يقول لك كمان اسبوع يا سيد، لسه الموظفين بيعيدوا. حاجه غريبه، مفيش حاجه بتتقضى. وبعدين يبتدي الشغل من الساعه 10 الساعه 12 كل الموظفين بتصلي، طبعا بيتوضوا في نص ساعة، بيصلوا في ساعة، بيروحوا، مفيش حاجة بتتقضى نهائي إلا من رحم ربي. وبعض الهيئات ناس بتشتغل لغاية الساعة 4 والساعة 5 وناس بتفطر في شغلها. أنا مش بنكر ده، إنما عايزين يا جماعة نحول شهر رمضان شهر الصوم والبركة اللي هو المفروض إنه شهر عمل. المفروض النهاردة لما بطني بتبقى مليانة ما بشتغلش. أنا عايز أستغل رمضان ده إن بطني بتبقى فاضية، أشتغل وأدي أحسن ما عندي. هل ده ممكن؟ يعني هل ده ممكن؟ ممكن. انما في حاله كسل عموما. اي حد، انا بقول لك ايه، ما تخلينيش اتنرفز عليك، انا تعبان، ده النهارده رمضان، انا صايم يا اخي. يعني ايه صايم؟ يعني المفروض ده صيام بيبان في سلوكنا وبيبان يعني يكون عندك ضمير اكتر. ده انت صايم، يعني مصلحتي تتقضى يعني بدري، تتقضى بسرعه. ده احنا صايمين، يعني احنا في شهر الكرم، يعني احنا في شهر العباده، شهر بيتسجل فيه الحسنات ولا ايه؟ تعالوا بقى نشوف مع الناس، نشوف شهر يعني المفروض شهر العباده وشهر العمل ازاي يتحول لشهر كسل وشهر تخمه. يلا بينا. رمضان كريم. كل سنة وانت طيب. انت لسه صايم؟ اكيد طبعا. امال شكلك مشرق كده عادي يعني عشان شارب ميه كتير قبل ما اتسحر امبارح. زي الفل. تمام. بتلاحظ في رمضان لما بتيجي تقضي في مصلحه حكوميه ما بتتقضاش قوي؟ يعني عشان بيبقى الدنيا صيام وبتبقى في زحمه كتير وكده، فحس ان الموضوع ممل، في الموضوع طويل قوي. شفت بقى؟ يعني المفروض ان رمضان ده شهر العمل وشهر الصوم وشهر العباده، المفروض الحاجه تتقضى فيه في رمضان اكتر من الايام العاديه. اللي بيحصل العكس، اللي بيحصل عكسك. الوقت قصير، الناس عايزه تجري تلحق، الناس مش عارف ايه، يجوا الساعه 10 ساعتين. هل ده صح؟ اكيد طبعا. هو صح ده؟ طبعا مواعيد العمل بتبقى في رمضان غير يوم تاني. بالنسبه مثلا الفطار بيبقى الناس عايزه تروح، عايزه مثلا تعمل اكل، عايزه تعمل اي حاجه، فبيبقى الشغل لو هيمشي الساعه 2 ممكن يمشي الساعه 12، يمشي الساعه 11. هيجرى ايه يعني لو احنا فطرنا بره البيت؟ مش هيجرى اي حاجه، بالعكس عادي اخد ثواب اكتر من ان انا افطر في البيت. مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. وهيجرى ايه لو العمل يعني ابتدى في ميعاده وزاد شويه ومفيش مشكله؟ مفيش مشكله، ما في ناس بتبقى في رمضان بتفطر بره بيوتها. مش كده؟ اكيد طبعا. ويبقى الموضوع عادي والعاديه بتتقضى والناس ما تشتكيش ويقول لك تعالى بعد العيد، ويجي بعد العيد باسبوع يقول لك خليها اسبوع احنا لسه معيدين، والحاجات اللي بنسمعها كل سنه دي، صح؟ اكيد طبعا صح. وده مش صح. عايزين نغير العادات السيئه دي. هنغير العادات السيئه دي. يعني انا لما كنت في منظومه قبل كده في الجيش، يعني فعشان نغير حاجه لازم نجيب كل الناس دي نشيلها ونحط ناس جديده نمشيهم على روتين معين. يا راجل دي عادات شعب، هتشيل شعب وتجيب شعب. هنعمل ايه طيب؟ لا نبتدي بنفسنا. ما هو كل واحد هيقول لما ده يعمل. يعني مثلا في حاجه دلوقتي ماشيه في البلد بتقول ايه، هي جت عليا، فهي جت عليا دي كتير قوي. كل واحد بيبص على التاني، انا كسلان طب ما انا اكسر الرخم وانا اللي هشتغل، هي جت عليا. جت عليا، هي الكلمه دي بقى اللي منتشره في الشعب. بس انا بقى جت عليا وهشتغل في رمضان وانت هتشتغل في رمضان زي الايام العاديه، ورمضان كريم وكل سنه وانت طيب. طيب. رمضان كريم. الله اكرم. النهارده في رمضان بنلاقي حاجات غريبه جدا. تروحي للموظفين يروحوا الساعه 10 الساعه 11 الساعه 12 يصلوا 12 وربع يمشوا. يعني مفيش حاجه بتتقضى في رمضان خالص، والمفروض ان رمضان ده شهر العمل. ليه بقى شهر الكسل والتكاسل؟ وكل واحد يقول لك معلش يا عم احنا صايمين، تعالى لنا بعد العيد، يا عم احنا صايمين. الله، هو الصيام ده ضد العمل؟
ايه رايك في الموضوع ده؟ بتلاحظيه ولا ما بتلاحظوش؟ طبعا بنلاحظه يعني هي الناس واخده فكره عن الصيام ان هو تعب، فخلاص حتى لو هم مش تعبانين فهم حاطين في دماغهم وهم ان هو خلاص هيتعب، فعشان كده بيقعدوا يأجلوا العمل وكده. تاني حاجه ان الناس مثلا عن الصيام يعني مش متعودين على الصيام. ده كل سنه بيصوموا؟ كل سنه، بس بيقعدوا طول السنه مش صايمين، فهو يعني ايه المفروض الواحد يعني يعود نفسه شويه على الصيام قبل رمضان، فده بيخلي الناس تفتكر في الصيام بيبقوا عاملين ازاي. تمام. يعني هو مثلا لو صام اسبوع قبل رمضان يتعود على رمضان؟ مش اسبوع، يعني مثلا بتيجي فرص كتير للصيام مثلا في شعبان اثنين وخميس مثلا، مش لازم طول السنه، بس مثلا يعني يعود نفسه على الصيام عشان ما يبقاش ناسي يعني وكده. تمام، ما يبقاش مرهق في رمضان. مش بينظموا اوقات العمل. لو مثلا واحده في البيت وراها حاجات تعملها، مش بتنظم اوقات العمل، بتحس ان هي وراها حاجات كتير، مع ان الستات اكتر ناس بتشتغل في رمضان، يعني عزومات بره وبتشتغل في البيت كمان. بالظبط، يعني بيشتغلوا بره ويجوا في البيت يطبخوا. اكتر ناس بحس انه بيتعبوا انا زوجتي كده، وكل الستات اللي بشوفها بنفس الطريقه، حتى الناس اللي عندهم شغالات في رمضان بيبقى شغل، انما الرجاله وانا واحد منهم كسالى جدا. تفتكر ليه؟ ده الطبيعي بتاع طول السنه، ففي رمضان بيبقى اكتر كمان يعني الطبيعي بتاع الرجاله ان هو بيشتغل بس وبيرجع ينام. فالطبيعي بتاعه ان هو مش ممكن نغير الموضوع ده؟ او ممكن يساعد مراته في البيت، يعني يا ريت. ممكن العمل بنيتنا يتحول لعباده. يا ريت العمل يتحول لعباده. تنصحي الناس كلها العمل هي الاساس. نيتي ان انا اعمل العمل ده عشان مثلا اصلح المجتمع، عشان افيد الناس كده، هيتحول لعباده وهاخد اجر. لكن لو اشتغلت كده وخلاص مش هاخد اجر. يا ريت النية تتحول لعبادة والعمل يتحول لعبادة. أجمل كلمة سمعتها من الأستاذة رانيا. شكرا ورمضان كريم وكل سنة وأنت طيب. الله أكرم حضرتك طيب، ربنا يخليك. نتعرف بيك يا حاج؟ كمال محمد فنتو من ناحية البلد. تشتغل إيه يا حاج؟ أنا أرزع على الله. الله عندي محل يعني أرزع على الله. عندك محل؟ طيب ما عندك محل يعني راجل أعمال يعني؟ نعم، لا مش راجل أعمال يعني، أنا قد يعني. جميل جدا. الشغل بقى في رمضان بيقل ولا بيزيد؟ لا والله الخير كتير في رمضان، والشغل بيزيد وكل حاجة بتزيد. بتبيع إيه في المحل؟ أي حاجة اللي قابلني في السوق، أنا مشهور في جميع البلاد اللي جنبي. لا المحل بتاعك بتبيع فيه إيه؟ دوات، أي حاجة. والرزق في رمضان بيزيد. مفيش كسل في رمضان تقوم الساعة 12 ولا واحدة ولا بتاع؟ ليه؟ ليه؟ هو رب رمضان رب شعبان رب كله أشهر. يعني هو شغلك في رمضان شغلك في الأيام العادية. كل سنة وأنت طيب يا حاج. طيب يا حاج، كل سنة وأنت طيب. أخي المزارع، عند رعاية أشجار الموالح خلال شهر يونيو يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: الاهتمام بالري للحفاظ على العقد وتجنب الري خلال الظهيرة عند اشتداد الحرارة، متابعة الإصابة بالمن والتربس ودودة القطن ومكافحتها حسب برنامج المكافحة، مقاومة الحشائش باليد أو التقليع أو باستخدام المبيد المناسب. يتم خف ثمار اليوسف للأشجار الغزيرة لتنظيم عملية الإثمار للحد من التأثير الضار لظاهرة تبادل الحمل، مع ملاحظة أن الخف اليدوي أفضل من الكيماوي. رش الأشجار لمقاومة لفحة الشمس في الأسبوع الأول من الشهر. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، استمرارا لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لسداد الأقساط المتأخرة عليهم وحرصا على الصالح العام، تعلن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن منح جميع المتعاملين مع الهيئة
لقبول سداد الأقساط المتأخرة مهلة أخيرة تنتهي في 29 من يونيو 2017. وتهيب الهيئة بالسادة المتعاملين سرعة سداد الأقساط المستحقة والاستفادة من المهلة الأخيرة الممنوحة لقبول سداد الأقساط المتأخرة. وفي حالة عدم السداد خلال المهلة يتم تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية. توفير الغذاء للشعوب العربية يتطلب العمل والجهد، يتطلب أيضا تطبيق البحث العلمي. الوطن العربي والمواطن والعمل داخل الأراضي الزراعية من أجل توفير غذاء آمن للشعوب العربية. إذا كان التصحر يهدد المواطن العربي فإن البحث العلمي قادر على أن يقف أمام التصحر وأيضا على إنتاج المحاصيل المختلفة. هل يمكن فعلا تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن العربي من داخل الوطن العربي؟ نتساءل كيف يمكن مع كل هذا الخير والنماء أن تعاني الشعوب العربية من مشاكل بالغذاء؟ الزراعة العربية تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا شهر الطول وغنوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان جانا. رمضان كريم. سنة طيب. وانت طيب. سنة حضرتك طيب. نتعرف بحضرتك. أستاذ أحمد. احمد بتشتغل ايه يا استاذ احمد؟ أنا شغال مندوب تسويق. هايل جدا. يا ترى بقى الشغل في رمضان هل بيبقى بنفس قوته قبل رمضان؟ لا طبعا. ليه؟ يعني عوامل كتير منها الحر طبعا، ده أول حاجة. تاني حاجة اما الحر قبل رمضان عادي، ايه المشكلة؟ بس في رمضان بقى عشان انت حضرتك بتبقى صايم وبيبقى الوضع يعني بدنيا الواحد بيبقى تقيل شوية، بس احنا يعني المفروض بقى ما نركزش على حاجة زي كده. يعني جربت انك تقضي مصلحة في حتة حكومية وما تقضيتش، قالوا لك تعالى بعد العيد وقضيتها بعد العيد بشهر؟ والله اصلا يعني في المصالح الحكوميه عموما سواء في رمضان او غير رمضان كده كده انت بتتعطل. عايزين نركز المصالح يعني. طب في اي مصلحه تانية يعني بتتعطل، بس بتتعطل اكتر في رمضان؟ المفروض بتتعطل اكتر في رمضان برضه علشان الموظفين بيبقوا صايمين وبيبقى عليهم ضغط كبير وبيبقى. ليه الكسل؟ والله مش عارف، هو عوامله الحر بقى وكده، وممكن يعني مثلا اي موظف يقول لك العباده طبعا. بيبتدوا شغلهم مثلا الساعه 10 مش كده؟ ساعات بيقول لك بيبدروها المفروض 8. هم بيقول لك عشان رمضان نبتديها 10 وفي ناس بيبتدوها 9. والله ممكن في جهات كده. وساعتين شغل وبعدين يجي صلاه الظهر يروح يصلي بعد ما صلى الظهر تعب عايز يروح. ممكن يقول انا بقى اقول اذكار وكده ويروح وسيبك من المواطنين. وانت بيحصل لك ايه؟ انت بقى نفس الضغط عليك وكده وبتضايق. انت كمان بتروح. بس بتبقى متضايق ان مصلحتك ما اتقضتش. طبعا.
كده. وبعد العيد لما يقول لك تعالى بعد العيد والدنيا تكون رايقه وبتاع، بعد العيد بقد ايه بتتقضى المصلحه؟ والله انت ممكن تنسى اصلا المصلحه اللي انت كنت رايحها اصلا بعد العيد وتفرح وتعيد افرض ما نسيتش المصلحه دي ايرجنت لازم تعملها، ضروري لازم تعملها. بعد العيد بيبتدوا يشتغلوا الشغل الفعلي امتى؟ بيبقى في نشاط بقى بعد العيد، يعني مثلا نقول اسبوع مثلا 10 ايام. 10 تمام. وشغلك انت بيقل بنسبه قد ايه؟ شغل انا ولا لا شغلك انت المبيعات وكده. يعني هو على حسب الجو، يعني جو سوق العمل بقى. يعني لما تيجي تحصل فلوس يقول لك مثلا لا تعالى مثلا بالليل، تعالى بعد العيد يكون ربنا فرجها، حاجات كده. بيحصل حاجات من دي بتحصل في رمضان. في رمضان وغير رمضان. والمفروض ان رمضان ده شهر العمل مش شهر الكسل. شهر العمل والعباده طبعا. ما عايزين نغير العاده المهببه دي. والله احنا المفروض في ظل برضو المسلسلات اللي موجوده، وظل يعني كل الناس بتبقى متركزه على المسلسلات. يا عم لا المسلسلات دي بعد الفطار، ملهاش علاقه بالكسل بقى. انا عايز اوضح لحضرتك اللي احنا مش لازم نربط شهر رمضان بالمسلسلات. شهر رمضان موضوع تاني، احنا بنتكلم دلوقتي على الكسل وقله العمل. الكسل وقله العمل في رمضان، فاحنا عايزين نغير ده، بيبقى فيه نشاط، لان رمضان ده شهر ايه؟ شهر الصوم والعمل، مش شهر الاكل والكسل. صح ولا غلط؟ وانت ملاحظ ووافقتني في كلامي انه بقى شهر الكسل وشهر ايه؟ الاكل. فاحنا عايزين نغير العاده دي، ممكن تتغير ولا صعب في الظروف المصريه؟ هي دي ممكن تتغير، بس دي بتبقى نابعه من جانب الانسان من جوه. الانسان هو اللي عايز يغير نفسه، يعني احنا لازم الانسان لازم يعني دي تعتمد على ضمير البني ادم. ضمير البني ادم ويكون عنده اراده قويه. طب هي ضمير البني ادم دي هل ممكن تقيم دوله؟ هل ممكن نعول على ضمائر البشر اقامه دوله، ولا لازم يكون في قانون عام وسلوك عام يضمن ده؟ والله المفروض ده بيمشي بالتوازي مع ده. جربت واحد قبط زميلك كان مثلا بيشرب كوبايه شاي وهو زميلك، وقلت له يا عم ما تشربش شاي انا صايم، وهو كان بيشتغل شغل جامد لانه عادي بقى ايام عاديه، ولا ما بتفرقش معاك؟ لا هو يعني زمايلنا الاقباط هم اصلا بيراعوا شعور المسلمين في شهر رمضان. ايه الشعور ده؟ انا صايم، يعني المفروض انا صايم وغيري فاطر، ده ثواب اكتر. ايه الشعور بقى؟ لا هم يعني هم بيراعوا حته زي ديت، اللي هو يعني هو بالنسبه له عادي اللي هو ياكل يشرب اي حاجه. ده صح انه يراعي شعورك؟ هل هو ان انا صايم حاجه بتجرحني ولا حاجه بيني وبين ربنا؟ دي حاجه بيني وبين ربنا، يعني ما تجرحش الشعور. ما تجرحش الشعور طبعا. ايه المشكله بقى لما تقول له لا اشرب عادي عشان تشتغل اكتر، عشان تعوض كسلي اللي انا المفروض ان اكون اكتر نشاطا، بس انا اتعودت على الكسل. ايه المانع؟ لا مفيش مانع. مش كده؟ طبعا. ورمضان كريم. كل سنه وحضرتك وحضرتك طيب، وان شاء الله يبقى شهر العمل وشهر العباده واحسن سنه في الدنيا. رمضان كريم. الله اكرم. نتعرف بيك؟ نسمة خالد. نسمة خالد. انا خالد. اخبار رمضان ايه بقى؟ الحمد لله كويس. يعني انت بتشتغلي ايه الاول؟ انا طالبه في الدراسات العليا. كليه ايه؟ ألسن الماني. هايل جدا. وبتاخدي كورس الماني هنا اكيد؟ بجيب مراجع علشان الماجستير وكده. هايل جدا. يا ترى بقى في رمضان البحث في المكتبات وراح المكتبات والحاجات دي كلها، بتلاقي صعوبة في أمين المكتب إنه يطلع لك الحاجة وعشان كده بتتعطلي في الدراسة لغاية بعد رمضان، ولا رمضان زي غير رمضان الشغل ماشي كله تمام؟ لا نتكلم بصراحة بقى، يعني هو عايزين نفرق في مصر ما بين المصالح الحكومية والقطاع الخاص. المكتبة دي قطاع خاص، فدايما في القطاع الخاص في رقيب، في سوبرفايزر، في انك لو ما عملتش المهام المطلوبة منك عارف. المكتبة ازاي؟ انت بتروحي مكتبة الكلية ولا مكتبة ايه؟ مكتبة جوتا، دي مكتبة تبع المركز الثقافي الألماني. مكتبة خاصة اقصد. فهي اقصد بوجه عام المكتبات الخاصة هو عارف ان في رقابة، عارف ان في سوبرفايزر، عارف ان لو اداؤه ان العملاء اشتكوا او ان انا متضايقة ان لا هو عارف انه هيتجازى، فشيء طبيعي طالما في رقابة هو لازم هيعمل الشغل على اكمل وجه. لكن قطاع الحكومة عارف ان مرتبه ماشي، عمل 1 من 10، عمل 0 من 10، عمل 10 على 10، هو كده يعني مرتبه ماشي. يعني انت جربتي المكتبة اللي هنا وجربتي المكتبة اللي في الكلية؟ بالظبط. لقيتي فرق كبير؟ فرق شاسع. يعني بيقفلوا يمكن بيفتحوا 9 يقفلوا 12 مثلا. يعني احنا عايزين رقباء جامدين ورقابة شديدة جدا في المصالح الحكومية والناس تتجازى. بس هي للاسف القائد نفسه بيبقى صايم ويقول لك يا عم انا معذور الناس صايمه، ما انا احط نفسي مطرحهم. صح ولا غلط؟
فكره المصريين ان حياتي بتقف لحد بعد المدفع، استنى بعد المدفع، تيجي تكلم اي حد طب كلمني بعد الفطار، طب حياتنا كلها تقف على كام ساعه اللي بعد الفطار دول. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. شكرا. ليه تزوغ من شغلك وتقول انا صايم انا صايم وجعان، مع انك لو اشتغلت بجد اليوم هيعدي بسرعه وهتفطر في بيتكم كمان. بلاش تزوغ من شغلك وخليك مع الناس ويكون فيه شويه احساس. رمضان شهر العباده والعمل مش الكسل. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.